مشاهدينا الكرام، لحظة تاريخية اليوم في العاصمة المغربية الرباط، حيث حطت بعثة المنتخب الجزائري الرحال استعدادا للمشاركة في نهائية كأس إفريقيا 2025. لنكتشف سويا كيف استقبلت السلطات المغربية وفريق التنظيم هذا الحدث الكبير. إليكم التفاصيل. واصلت البعثة المنتخب الجزائري مساء يوم الجمعة قادمة للمملكة المغربية استعدادا لخوض منافسات البطولة القارية المقررة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 من يناير 2026. تضم البعثة 28 لاعبا أبرزهم رياض محرز ومحمد أمين عمورة. وبعد وصولهم المطار تم نقل اللاعبين إلى الفندق، حيث استقبلتهم الجماهير المغربية والسلطات بحفاوة كبيرة. أجواء حماسية وموسيقى ترحيبية تزين هذه اللحظة التاريخية، مما يعكس العلاقات الرياضية الطيبة بين البلدين. تتواجد الجزائر في المجموعة الخامسة مع كل من غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو والسودان. نجوم الفريق وعلى رأسهم رياض محرز ومحمد أمين عمورة جاهزون لخوض المنافسة واستعداد الجماهير الجزائرية في البطولة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز لحظات وصول المنتخب الجزائري إلى المغرب، لحظة مليئة بالاحتفالات، الحفاوة والحماس الكبير قبل انطلاق كأس إفريقيا 2025. فما رأيكم بجاهزية المنتخب الجزائري للمنافسة؟ اكتبوا لنا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك لمتابعة كل جديد كرة القدم الإفريقية.